بنقعد نقول يا ترى ازاي نختار شريك الحياة، وايه هي المواصفات اللي المفروض تكون موجودة فيه عشان اعرف ان ده الشريك المناسب ليا ولا لا. طب بس عمرنا ما بدأنا وسألنا نفسنا هو انا جاهزة للعلاقة دي ولا مش جاهزة ليها؟ فاول سؤال لما ابتدي يبدأ كده يجي لي حد يخطبني او ابدأ بستعد ان انا اكون في علاقة مع حد، اسأل نفسي سؤال: هو انا جاهزة؟ هو انا جاهزة للعلاقة دي؟ ده اخطر بكتير من هو مناسب ولا مش مناسب. لو انا مش جاهزه مش هعرف اختار شخص مناسب. طيب في تمرين بسيط بيخليني اعرف انا جاهزه لدخول علاقه ولا لا. التمرين ده بجاوب بنعم او لا. 10 اسئله بسالهم لنفسي، لو اكتر الاجابات نعم او لا هنعرف نعمل ايه. طيب اول سؤال: انا بعرف اقول لا في حياتي؟ بقى سيبوكم الشخص في حياتي، انا بعرف اقول لا ولا ما بعرفش؟ الحاجه التانية: انا بدخل في علاقه عشان اكمل اللي ناقص ولا علشان انا بشارك فبكمل الناقص ولا لا؟ احنا قلنا الاجابه نعم ولا لا. طيب انا بقدر اكون نفسي ولا بخاف؟ بقدر اكون نفسي ولا لا في اي علاقه؟ بقدر اكون نفسي ولا بخاف؟ طيب السؤال اللي بعد كده: انا عندي حدود واضحه؟ حدودي في العلاقات مع بقيه الناس حدود واضحه ولا لا عندي مشكله في الحدود اصلا؟ طيب انا بكون مبسوطة مع نفسي، بعرف اتبسط ولا لازم يكون في حد معايا؟ ولا لازم يبقى ما بعرفش اتبسط مع نفسي لان بقعد اجلد ذاتي؟ فده السؤال اللي بعد كده. طيب هل قلبي وعقلي في حالة اتزان ولا دايما يا اما باخد قرارات بعقل قوي او قرارات بقلبي قوي فانا مش متزنة؟ طيب السؤال اللي بعد كده: لما بيحصل خلاف بيني وبين حد بعرف اتعامل ولا بتجنب ولا ببقى منفعلة قوي ولا بعمل ايه؟ بعرف اتعامل ولا لا؟ الحاجة اللي بعد كده: هل أنا في العلاقات بكون وعي ضحية، دايما أضحي، دايما المضحية دايما، ولا لأ؟ السؤال الأخير: هل أنا بختار بعقلي وقلبي وقيمي وأفكاري ولا بختار اللي بيهتم بيا؟ واحد يهتم بيا فأنا هختاره. طيب فالإجابة بتكون دي كده 10 أسئلة، فالإجابة بتكون نعم أو لا. لو جاوبت من 8 أو 9 أو ال10 أسئلة نعم، إذا أنا مستعدة لدخول علاقة، يعني من 8 فيما فوق أنا مستعدة لدخول علاقة. طيب من 5 فيما فوق، يعني 5 6 7، لا أنا محتاجة أشتغل على حاجات. إيه الحاجات اللي أنا محتاجة أشتغل عليها؟ محتاجة أشتغل على الحدود، محتاجة أشتغل على الثقة، محتاجة أشتغل على الأمان الداخلي. اقل من كده، اقل من 5، فانا مش مستعدة تماما ومحتاجة اتعامل مع ملف صدمات الطفولة. محتاجة افتح الملف ده عشان الملف ده هيخليني اختار بناء على هروبي من صدمات حصلت لي قبل كده. فده اول سؤال اسأله لنفسي لما لما اكون في حالة انا بختار شريك حياتي. نخش على السؤال التاني. يبقى اول سؤال: انا مستعدة ولا مش مستعدة؟ طيب السؤال التاني: ايه بقى الحاجة اللي انا هختار بناء عليها؟ ايه المواصفات اللي المفروض تكون موجودة في شريك حياتي علشان اختارها؟ اول حاجة: بيحترمني ولا لا؟ وهتلاقوا الاحترام عمود فقري في العلاقات. العلاقات اللي ما فيهاش احترام مش هتكمل، هتبقى علاقات مؤذية، هتبقى علاقة هتنتهي بشكل او باخر، هتنتهي. فاول حاجة: هو بيحترمني ولا لا؟ بيحترم مشاعري، بيحترم حدودي، بيحترم افكاري، بيحترم رأيي، بيحترم وقتي، بيحترم كلامه معايا، بيحترمه ولا لا؟ الحاجة التانية: انا في العلاقة دي بحس بامان ولا لا؟ فبدور على الامان. هل الشخص ده بالمواصفات دي امن، بيديني امان، موصل لي امان ولا لا؟ طيب مش ببقى قلقانة، مش ببقى متوترة، مش ببقى يوم كده ويوم كده. طيب بيهتم بيا بثبات، مش بهتم بيكي ساعات ولما نبقى متخانقين ما بهتمش بيكي. طيب ايه كمان؟ بيعاملني بقيمتي بما استحق ولا راضي عني مش راضي عني؟ بتفرق. فبيعاملني بما استحقه ولا بيعاملني باللي هو عايزه؟ ده مهم. طيب ايه كمان؟ في العلاقه دي انا حاسه ان انا بتطور في مجال كده، بكبر، حاسه بذاتي، حاسه ان انا هعمل الحاجات اللي انا نفسي فيها في هذه العلاقه ولا لا؟ ولا انا مكبوته في هذه العلاقه؟ طيب بيحب يشوف ايه الوجع او ايه الحاجات اللي بتضايقني ويعملها، بيحب يكسرني في العلاقه دي. فانا في العلاقه دي علاقه مكسوره، علاقه مهانه، علاقه ببقى متضايقه فيها على طول ولا لا؟ طيب ده تاني سؤال. السؤال التالت: مجموعه اسئله محتاجه بقى اسالها لنفسي عني وعن الشخص وعن العلاقه. لو معظم الاجابات يعني الاسئله دي محتاجه الاقي لها اجابات.
بمعنى هو انا داخله العلاقه دي ليه؟ العلاقه بتاعت الخطوبه او علاقه الزواج انا داخلها ليه؟ عشان ايه؟ علشان عندي نقص وهو يكملهولي، ولا عشان نعرف نشارك بعض، عشان نعرف نكمل حياتنا مع بعض؟ ولا انا بهرب من ابويا المتحكم او امي اللي مش عارفه ايه؟ بهرب ولا انا جايه اشارك؟ طيب مستعده ادخل في العلاقه دي واتعامل مع الخلاف او الاختلاف اللي بينا، ولا لا؟ ولا انا مش، ولا انا رافضه؟ بشوف مساحه الاختلاف بينا قد ايه، مساحه كبيره احنا مختلفين قوي، ولا احنا لا ده في حاجات بسيطه وقادره اتعامل معاها وقادره اتكيف معاها. مش بقول لا انا هغيره، لا انا هعدله. طيب بعرف اقول لا والحدود في العلاقه دي واضحه، ولا هو دايس على كل حدودي ومفيش حاجه اسمها لا؟ ده مهم. طيب اسئله عن الشخص نفسه. الشخص نفسه بسال نفسي شويه اسئله عن الشخص نفسه. زي ايه مثلا؟ هل هو بيحترم مشاعري ولا بيقلل مني؟ هل هو لما بيغلط بيعتذر ولا لا ما بيعتذرش؟ هل هو لما بتكلم بيسمعني ولا ارغي وانا مش مهم؟ يعني مش مهمه، مش هنتبه لك يعني. طيب بيتعامل معايا قدام الناس زي واحنا لوحدنا، ولا قدام الناس بيبقى لطيف وجميل وظريف وبيني وبينه مسح بيا الارض؟ طيب بشوف كلامه بيتحول لافعال، ولا هو كلامه بس، ولا هو افعاله بس؟ عشان ما اجيش بعد الجواز اقول ما بتجيبليش ورده يا ابراهيم. فبيتعامل بافعال وكلام، ولا كلام بس او افعال بس؟ فدي مهمه. طيب بالنسبه بقى للعلاقه نفسها، في شويه اسئله كده برضو محتاجه اجاوب عليها. زي ايه مثلا؟ العلاقه دي ببقى مطمنه فيها، ببقى امنه فيها، بتوفر لي امان، ولا علاقه كلها خناقات وانا مش مرتاحه؟ طيب مساحه الحوار، عارفين نعمل حوار وعارفين نتناقش ونختلف ونتفق، فدايما في بينا حوار ولا لا؟ طيب نفس القيم ونفس المبادئ واحده، ولا انا بشوف مثلا انت بتقولي لا لا انا الكذب بالنسبه لي حاجه صعبه قوي، وانا اقول لك ده كل الناس بتكذب؟ فاذا القيم مختلفه. اللي انا شايفاه لا ما اقدرش اعيش معاه هو شايفه عادي جدا، ما الناس كلها بتعمل كده. طيب في هروب في العلاقه دي. العلاقه دي لما بنتخانق بنهرب ما نكلمش بعض مش عارفه ايه، ولا ناضجين بنعرف نتعامل واحنا مختلفين مع بعض؟ طيب بيعامل اهله واصحابه ازاي؟ مهم قوي. ما اقولش بقى اصل انا بيعاملني بطريقه مختلفه، لا هتلاقيكي اسوأ منهم. فبيعامل اهله ازاي ده مؤشر على علاقته، على شخصيته، مؤشر. طيب هل بنعرف في العلاقة دي نعرف اخد وادي، ولا باخد بس ولا بدي بس؟ في علاقة متوازنة ولا لا؟ دي اهم الاسئلة اللي بسأل نفسي في العلاقة. هل الاسئلة دي ليها اجابات عندي؟ لو ملهاش اجابات عندي ببقى مركزة ان هي تكون ليها اجابات عندي. طيب ايه العلامات اللي تقولي لا العلاقة دي علاقة خطر؟ العلاقة دي اللي هي اللي احنا بنسميها ريد فلاج. اول حاجة عدم الاحترام. تاني الاحترام عمود فقري في العلاقات. العلاقات اللي ما فيهاش احترام مش بتكمل، ولو بتكمل بصورة سيئة جدا. فأول حاجة عدم الاحترام. تاني حاجة القلق المستمر. العلاقة دي فيها قلق مستمر، ده كله أنا بتكلم على الريد فلاج اللي يقول لي خلي بالك العلاقة دي مؤذية، خلي بالك. طيب عدم الاعتراف بالخطأ. عدم الاعتراف بالخطأ. التحكم، انا بتحكم في اللي قدامي، اسمعي الكلام مش عارفه ايه، طب انت لا هو الراجل مش زي الست مش عارفه ايه، انا اللي اقول وانا. فدايما في تحكم، دايما في فوقيه، دايما في ما بسمعكيش، انت اعملي اللي انا بقوله وخلاص. طيب غير مسؤول، مش هيلك انت المسؤوليه من بدايه، من لا الغلط عندك، انت اللي غلطتي، انت اللي خليتيني هزقك، انت اللي. فمفيش مسؤوليه. طيب ايه تاني؟ لما بيغضب بيبقى لا يطاق، غضبه شديد بالدرجه ان انا مش عارفه استحمل ده، بيغضب غضب انفعالي شديد جدا. طيب ايه تاني؟ عنده غيره غير مبرره مؤذيه، غيره تصل لدرجه الاعاقه، ما تروحيش ما تجيش ما تعمليش ما. طب ايه؟ طب ايه؟ طيب عدم الدعم. انا بقى بيحصل لي موقف، فين استاذنا مش موجود، فين مش عارفه ايه، ما انا قلت لك اصلا ما تعمليش انت. فما فيش دعم، ما فيش سند، اللي هو لو انت اخترتي اشربي بقى انت ماليش دعوه بيكي. في دايما تخلي، العلاقه فيها تخلي. امتى؟ السؤال الرابع بقى، امتى اخد قرار بالانفصال؟ وهنا بتكلم تحديدا على فتره الخطوبه. خلاص انا اديت فرصه واتنين واتكلمت مره واتنين. الزواج ليه وضع تاني، ليه شروط تانية. امتى اخد الانفصال وانا مخطوبه؟ الخطأ هنا او التكلفة بتقع عليا وعليه. في الزواج لا، في معانا اطفال، في دنيا تانية، في ليها حسبة تانية.
طيب اول حاجه لما اكون بحس ان انا كل يوم في هذه العلاقه انا بخسر نفسي، انا العلاقه دي بتخليني اخسر نفسي، بتخليني اكون مش انا، بتطلع اسوأ ما فيا. طيب ايه كمان؟ بطلت اكون انا مش عارفه اكون على طبيعتي، انا خايفه اتكلم، خايفه اقول، خايفه اتحرك، خايفه اعبر عشان هتقلب خناقه، فبطلت اكون انا. طب ايه كمان؟ مفيش احترام. يبقى شوفوا كل حاجه فيها احترام ولا عدم احترام، مؤشر قوي قوي في العلاقات، في احترام ولا مفيش احترام. طيب في اختفاء فما فيهاش امان، لما فجاه ما مش موجود، فجاه مش عارفه ايه، فالعلاقه دي ما فيهاش امان. لما ابقى دايما في المواقف لوحدي، انا حاسه ان انا لوحدي، انا مخطوبه بس انا حاسه ان انا لوحدي، في شريك ليا للحياه ولكن انا حاسه ان انا لوحدي، بواجه لوحدي، بفرح لوحدي، بزعل لوحدي، فانا لوحدي، فانا حاسه بالوحده اصلا، انا حاسه بالوحده. طيب ايه تاني؟ انا حاسه ان انا من جوه بتكسر، انا من جوه مش مبسوطه، انا من جوه متألمه، انا من جوه مش مرتاحه، انا من جوه مش مرتاحه. طيب لما بيوعد مش بينفذ اي بقى فكره، اي كلام، مفيش تنفيذ. طيب ايه كمان؟ هو كمان حدودي منتهكه فهو مستفيد، لما ببدا احط حدود واقول لا ده مش مناسبني، الاقي بقى وشي تاني طلع. فاذا الشخص ده جاي كرساله يعلمني احط حدود كويس، هو مش جاي عشان يكمل معايا، هو جاي عشان يعلمني احط حدود كويس. وهنا ابقى فاهمه ان انت رساله، مش ان انت جاي عشان تكمل، ده انت جاي عشان تعلمني حط حدودك. ده كده باختصار 4 اسئله محتاجه ان انا اسالهم لنفسي لما اكون داخله على مرحله اختيار شريك الحياه. والاربع اسئله دول ينفع اسال نفسي فيهم في علاقه الصداقه، في الزماله، في كل حاجه. مهم قوي نكون مرتبين دماغنا، عارفين احنا مستعدين ولا لا، عارفين اللي قدامنا مناسب ولا لا، قادرين نشوف العلاقه ما بيننا شكلها عامل ازاي، ايه الايجابي وايه السلبي، والسلبي ده هعرف اتعامل معاه ولا صعب، السلبي ده جاي يكسر فيا ولا جاي عشان نبني نفسنا ونعرف نتطور ولا لا. انا لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.